مساء الفل عليكم. وانا بتصفح كده وبشوف اخبار وزير الرياضه الجديد كابتن جوهر نبيل، لفت نظري شيء مهم جدا. بيقول لك وجه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه بسرعه اتخاذ الاجراءات اللازمه لمين؟ للاعب عبد الغني معني، لاعب نادي ملاوي بمحافظه المنيا. ليه؟ لتعرضه لاصابه خطيره خلال مشاركته في احدى الدوريات الوديه لكره القدم التي اقيمت باحدى مراكز الشباب. ايه ده يا عزيزي الوزير اللي جاي يشوف شغله على اكمل وجه. وزير من يوم ما اتعين ما قعدش على الكرسي وما عندوش وقت يقعد على الكرسي. وزير بيهتم باصابه لاعب مغمور هو وناديه، برغم انه لو ما اهتمش محدش هيلوم عليه. وزير بيهتم بالتفاصيل وعايز ينهض بالرياضه المصريه. وزير عايز يشوف منافسه في كل بقعه على ارض الوطن. وزير بيعمل من اجل تكافؤ الفرص والمساواه بين كل الفرق وكل الانديه وكل الرياضيين. مش وزير شاف نادي من اكبر الانديه الافريقيه بينهار قدامه فداس عليه. مش وزير شاف نادي عملاق بيقوم من تاني وبيقترب من التتويج ببطوله افريقيا اللي كانت غايبه عنه 18 سنه وقتها، قام حل مجلس ادارته عشان ما يعملهاش تاني وينافس ويتخطى الخط الاحمر. شابوه جوهر نبيل على كل اللي قدمه حتى الان من يوم ما اتعين في الفتره البسيطه اللي فاتت، وبتمنى له المزيد من النجاحات والانجازات. انا اعتقد ان كابتن جوهر نبيل اذا استمر بالشكل ده والمنظومه الرياضيه سابته يشتغل هيطور الرياضه في مصر بشكل ملموس جدا. بشكر كل من ساهم في اختيار جوهر نبيل كوزير، ويا رب يطلع عند حسن ظننا ويكون بنفس الشكل ولا يخشى في الحق لو ما تلاقي. ثلاث انديه من الامارات بدات استطلاع راي الزمالك في بيع حسام عبد المجيد. عشان نكون واضحين الانديه دي ما قدمتش عرض رسمي، الحكايه مجرد عروض شفويه واتصالات ودردشه وديه. وعن راي حسام عبد المجيد فحسام رافض تماما فكره الانتقال لاي نادي عربي في الوقت الحالي. حسام اللي اعرفه انه مش هيناقش اي عروض الا اذا كان عرض اوروبي، ومش اي عرض اوروبي بالمناسبه، لازم يكون من نادي بيلعب في احد الدوريات الخمسه الكبرى. يعني مفيش بلجيكا ومفيش تركيا ومفيش الكلام ده خالص. الرياض السعودي انهى تقريبا اتفاقه مع الاهلي فيما يخص صفقه محمود حسن تريزيجيه، وبنسبه كبيره تريزيجيه هيجري الكشف الطبي بعد عودته من بطوله كاس العالم. وبالتالي اقدر اقول لك ان تريزيجيه بنسبه 100% خارج الجزيره في الموسم القادم. الاهلي كمان استقر على اعاره محمد مجدي قفشه واحمد رضا مع بدايه الموسم اللي جاي، وما زال مصير زيزو مجهول لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي. والد زيزو ما قعدش مع مسؤول الاهلي، لكني اعتقد ان اي جلسه هيعقدها الاهلي مع والد زيزو هتنتهي بدون اتفاق. اصل يا عزيزي الاهلي مش عايز يخفض قيمه عقد زيزو 5 مليون ولا 6 مليون. الموضوع اكبر من كده بكتير، والازمه دي اعتقد مش هتنتهي بسهوله. ولو تسالني عن مصير الازمه في النهايه هقول لك انها ليها نهايتين هتنتهي نهايه منهم. النهايه الاولى وهي ان الاهلي يجيب عقد زيزو بنفس قيمه عقده ويمشيه زي ما عمل مع تريزيجيه، والاهلي بيسعى جاهدا عشان ينفذ النهايه دي. لكني ما افتكرش ان زيزو ووالده ممكن يستجيبوا لده بسهوله. ليه؟ سالتني ليه؟ شوف يا عزيزي، زيزو لو عايز يخرج السعوديه كان خرج ايام ما كان في الزمالك وكان برضه هياخد رقم خيالي وما كانش زعل جمهور الزمالك. لكن زيزو فضل انه ياخد نفس الرقم الخيالي ويفضل في مصر على انه يخرج ويتغرب. واحد يجي يقول لي ما زيزو ما هو جاي من البرتغال وكان مخترق وما كانش عنده مشكله، وده صحيح بالمناسبه، لكن خروج زيزو بره مصر هيخف الضوء عليه وهيواجه مستويات اصعب من مستويات الدوري المصري. يبقى يعمل كده ليه لما هو يقدر يضرب العصفورين بحجر واحد ويتقاضى رقم خيالي ويفضل في مصر ويفضل الضوء محاوطه متسلط عليه دايما؟ عشان كده بقول لك ان النهايه دي مش هتكون سهله وما توقعش انها هتحصل، لان زيزو نفسه هو اللي هيرفضها. النهايه الثانيه وانا اتوقع ان هي دي اللي هتحصل والأهلي هيستجيب ليها لما تخلص الحلول والأمور تتأزم. ولما ده يحصل الأهلي مش هيكون قدامه غير حل واحد بس، إنه يعلن تخفيض عقد زيزو بالاتفاق مع زيزو نفسه. اوعى تفتكر إن زيزو ممكن ياخد نفس قرارات تريزيجيه. ليه؟ أنت عارف ليه؟ والحد يفهم. إبراهيم عادل في مفاجأة من العيار الثقيل الحقيقة بيوافق على الانضمام للنادي الأهلي بداية من الموسم القادم. المفاجأة مش إن إبراهيم عادل وافق على الانتقال للأهلي، ده عادي. المفاجأة إن إبراهيم عادل وافق بدون أي شروط مادية وهيتقاضى 25 مليون جنيه بس. إيه يا هيما اللي غير موقفك وخلاك توافق على الانتقال بدون شروط للنادي الأهلي؟ قال لك إنك تبقى لاعب في النادي الأهلي ده شيء عظيم بيعمل لك قيمة ما بين اللاعبين في المنتخب، ومستحيل ممكن تكون لاعب في النادي الأهلي وتنضم للمنتخب وما تشاركش غير 10 دقايق في مباراة بلجيكا زي ما حصل معايا. الكلام اللي بقوله لك ده قاله السيد أبو المعاطي، مش أنا اللي قلته، عشان بس تبقى فاهم إني مش بألف.
والحقيقه عشان اكون صريح معاك، الكلام ده يخرج من ابراهيم عادل وهو واقع كلنا عايشينه. انت بتمتلك لاعب في المنتخب ما بيقدمش اي افاده لا لفريقه ولا للمنتخب، وبرغم ده بيشارك وما ينفعش ما نشوفوش في كل مباراه بيلعبها المنتخب. وبالتالي اللي بيقوله ابراهيم عادل ده صحيح وموثق. في لعيبه بتهتم بجمع الفلوس، وفي لعيبه ممكن تقدم تنازلات عشان تنول شهره اكبر وتتمتع بمسانده اعلاميه اكبر وجماهيريه اكبر. وابراهيم عادل من يوم ما ظهر ما شافش اي مسانده اعلاميه ولا جماهيريه. جايز 25 مليون دول يصحبهم كام اعلان يرفعوا المبلغ شويتين ثلاثه، لكن ده مش موضوع. الخلاصه يا عزيزي، ابراهيم عادل بيقترب من الانتقال للنادي الاهلي للاسباب اللي قلتها لك وشرحتها لك، وبصراحه هي اسباب مقنعه جدا بالنسبه لي. واحيانا المكسب المعنوي من وجهه نظري بيكون اهم من المكسب المادي، بدليل ان لو ابراهيم عادل لعب في النادي الاهلي في الوقت الحالي كان مستحيل يتم تهميشه في المنتخب بالشكل ده. اما فيما يخص الصفقه فنيا، فانا من وجهه نظري ان ابراهيم عادل هيعوض رحيل تريزيجيه. يمكن ما تحسش اصلا برحيل تريزيجيه في الفتره اللي جايه بعد انضمام ابراهيم عادل، وبشوف انه افضل من تريزيجيه كمان. ابراهيم عادل لاعب صغير وجعان كوره وبطولات، وامكانياته الفنيه كبيره جدا. وشوف بقى هيدي لك كام سنه، ولو الاهلي هيعمل ضغط لاوضه اللبس زي ما بيقول، يبقى الاهلي السنه اللي جايه جاي والمنافسه هتكون شرسه جدا ما بينه وما بين انديه القمه. مدرب الزمالك الجديد اصبح موضوع الساعه على الفضائيات والسوشيال ميديا، ومفيش حد عنده المعلومه المؤكده اللي تخلينا على يقين اننا نقول اسم المدير الفني القادم لنادي الزمالك. اسماء كتير جدا اتقالت في الفتره اللي فاتت، وعشان نكون واضحين مفيش حد عنده معلومه مؤكده الا الناس القريبه جدا من جون ادوارد، واللي مؤكد مستحيل هتقول حاجه، لكن نقدر نخمن اللي ممكن يحصل من خلال بعض الاحداث اللي بتحصل. يعني مثلا نونو الميرا جه مصر في الساعات اللي فاتت، سانتوس قال انه هيدرب نادي في مصر. دي المعلومات اللي ممكن نمشي وراها وندعبس عليها في الفتره اللي جايه عشان نقدر نشوف ونعرف اسم المدير الفني. ولو وصلت لحاجه خليها في سر، ما تستناش من جون ادوارد انه يعلن اسم اي حد، وهو عنده حق بالمناسبه. انت قبل بدايه الموسم اللي فات كنت مخلص كل حاجه مع تي دي او، ومجرد ما الخبر انتشر طلع لك من كل خراب عفريت. حتى اللاعب وقتها اتاثر واضطر يستجيب للعروض الافضل والاعلى ماديا، وكانت النتيجه انه رحل بعد ساعات من الاتفاق مع الزمالك. في الموسم اللي قبل اللي فات برضه تعاقدت مع ارون بوفيتزا، الله يرحمه طبعا، وبعدها برضه طلع لك من كل خراب عفريت والصفقه باظت. فانا ليه الوم على جون ادوارد، خصوصا ان بيراميدز بيدور في الوقت الحالي على مدير فني زيه زيه. مش فارق معايا الحقيقه اني اعرف مين هو المدير الفني الاجنبي القادم للزمالك. انا كل اللي فارق معايا انه يكون مدير فني صاحب سي في قوي ويقدر يحدث الفارق مع نادي الزمالك في الموسم اللي جاي ويحافظ على شخصيه الفريق. اعتقد ده اللي يهمني. مفيش مصري على ارض مصر حاليا الا وداعم للمنتخب وبيتمنى وصوله الى ابعد نقطه في كاس العالم. وخد الكلام ده مني ثقه، دعم المنتخب زي غريزه جوانا. زي كده الزملكاوي لما يكون متضايق من المدير الفني لفريقه وقاعد يتفرج على الماتش، وتلقائي بتلاقيك مع كل هجمه للزمالك بيتفاعل وعايز يشوفها في الشبكه من غير ما يحس. والعكس صحيح طبعا مع الاهلاوي. تشجيع منتخب مصر بقى عامل زي تشجيع الزمالك او الاهلي. يبقى ازاي وبأي عقل ممكن تقنع مصري انه يتمنى خسارة المنتخب او تتهمه بالخيانة لمجرد انه متضايق من اختيارات المدير الفني او تغييراته او ادارته للمباراة؟ ما هو لو الموضوع سهل كده يبقى برضه سهل يتمنى هزيمة فريقه لما يكون غير راضي عن اختيارات المدير الفني لفريقه. انت تعرف ان مفيش زملكاوي راضي خلال السنين اللي فاتت عن مجلس اداره ناديه او عن اي حد في القياده الفنيه، وبرغم ده بتلاقيه اول واحد في الاستاد وقدام الشاشات. لكن سيبك من الكلام ده وخلينا نقف عند الناس اللي شايفه ان اعتراضنا على اختيارات حسام حسن خيانه، وخليني اسالهم سؤال مهم جدا: هو كابتن شوبير في البوست ده كان خاين زينا برضه؟ غدا بمشيئه الله تعالى منتخبنا هيكون في مواجهه مصيريه مفيش فيها هزار ولا تمت للدلع باي صله. المباريات الاقصائيه ملهاش كبير، وعامله زي ماتشات الكاس عندنا في مصر، لا تعترف باسم المنتخب او تاريخه. مفيش مواجهة في المباريات الإقصائية بتكون محسومة أو ينفع حد يتوقع نتيجتها. مفيش حاجة اسمها المنتخب ده ضعيف والمنتخب ده قوي، الكل بيعمل حساب لخصمه، والمنتخب اللي لعبته بتكون رجالة أكتر هو اللي بيصعد لدور ال 16. معروف عننا دايما كشعب وقت الأزمات بنكون رجالة وبنبذل مجهودات مضاعفة، وأشرس بني آدم على وجه الأرض هو البني آدم المصري في مثل هذه المواقف. مباراة بكرة أو أي مباراة بتلعبها ما بتتحسمش بالفنيات بس. انت ممكن تكون اعلى فنيا وتخرج، وممكن تكون اقل فنيا وتصعد.
انا بس نفسي لعيبتنا يوصل لها ده وتصدقوا لانه حقيقي. منتخب المغرب صدق ده في 2022، وده اللي وصله النهارده انه يبقى وسط الكبار ويتعمل له الف حساب. انت مش محتاج غير الروح القتاليه في الملعب، ودي مميزات انت اساسا بتتمتع بيها اكتر من اي حد. انت اصلا مديرك الفني عنده روح قتاليه، لو نقلها لعيبته هيحول الميدان لساحه حرب. بتمنى من كل قلبي فوز منتخبنا الوطني وتخطيه لمنتخب استراليا. واوعى يا عزيزي نفكر في الارجنتين قبل ما تتخطى استراليا. لحد هنا بنكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده اللي بتمنى تكون نالت اعجابكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.